ضغطنا يلا. اختنا انت بتهزر يا ابني؟ هي ايه اللي هيجيبها في وقت زي ده؟ يلا يا عم بسم الله. كل يا عم كل. يا عم انا باكل بس توسع كده من على الجبنه دي، انا بحبها. ايه ده؟ مين اللي بيرن علينا دلوقتي؟ هيكون مين يعني؟ مش عارف. هنشوف. بقى يا عم قوم انت. يا عم ما تقوم انت بقى. يا عم قوم بقى. والله ما قايل. ماشي. ضغطنا يلا. اختنا انت بتهزر يا ابني؟ هي ايه اللي هيجيبها في وقت زي ده؟ ها؟ طب وايه المشكلة؟ يا ابني انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ لا اصبر. طب اصبر، اشيل الحلاوه. اصبر يا عم، هشيل الاكل، اشيل الحلاوه، لا اشيل الجبنه الرومي الاول. يا حول ولا قوة الا بالله. ازيك يا نونو، عامل ايه؟ ازيك يا هدير عاملة ايه؟ تمام الحمد تعالي اتفضلي. ايه ده؟ تعالي يا هدير. ازيك يا هدير عامله ايه؟ عارفه انت لو كنت جيتي من شويه كان زمان بتاكلي معانا دلوقتي، بس يلا حظك وحش. والله انا مش جايه ضيف يا محمد، وبعدين انا حاسه اصلا ان انت مش طايقني. عموما انا كنت جايه اديك الفلوس بتاعتك اللي انت صرفتها عليا، ولو انت حاسبها من جهه الاخويه فانت مش اخويا. ليه بتقولي كده؟ خد بس فلوسك. هو عموما اللي بينا مش فلوس وبس، بس انا مش فاهم انت ليه حاسباها كده اصلا. انت اللي حسستني كده، طريقتك معايا ان انت بتحسسني دايما ان انت مش اخويا اصلا. ايوه برضو ليه حكمت بده؟ انت شايف اصلا اول ما انا دخلت انت بتتعامل معايا ازاي، وبتبص لي بقرف وتكلمني بقرف. اصلا انت اصلا مش دلاني وانا قاعده، فطريقتك معايا هي اللي حسستني بكده. ما انا مش عارفه انت ليه بتعمل معايا كده اصلا. بصراحة يا محمد انا معاها في كل اللي هي بتقوله. عموما انا عملت اللي عليا. سلام. استنى يا هدير، راحت فين؟ يا هدير هدير. يا بنتي يا هدير. هدير هدير هدير. الاكل ناقص قرف. هو انا حطيت لك الجبنه الرومي فين؟ بس تعالي يا هدير اتفضلي. ايه اللي حصل يا نور؟ تعبان جدا يا هدير زي ما انت ما شايفه كده، سخن وتعبان جدا. طب وايه اللي وصله للحاله دي؟ والله يا هدير مش عارف اقول لك ايه يعني، بس انا هو تعبان من بدري بقاله شهر كده، بس انا كنت مخبي عليك يعني، ما رضيتش اقول لك عشان ما تقلقيش، وتعبان من قبل من ساعه ما انت جيتي كده، قبليها كمان. ليه خبيتوا عليا؟ المفروض ان انت تقول لي يا نور. معلش يا هدير والله ما رضيتش اقلقك، لان انا عارف انت جدعه وكويسه وبتخاف علينا بجد يعني، وربنا يدول انتوا محمد. اخواتي يا نور، ما ينفعش اصلا انت كنت تخبي عليا حاجه زي كده. اه طبعا اخوات. زي ما انت ما شايفه حالته صعبه جدا 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 وان شاء الله يعني هيقوم منها على خير. طب خلاص انا هروح دلوقتي طيب، وهجيلكوا بكره اطمن عليه، ولو احتجت اي حاجه كلمني. ربنا يخليكي لينا يا هدير. بس بقى اهم حاجه بس طمني عليه. ماشي يا حبيبتي. مش عايز حاجه. اتفضلي يا هدير، ربنا يخليك يا رب. طمني عليه يا نور، عامل ايه النهارده؟ ازيك يا هدير عامله ايه يا حبيبتي؟ طمني عليه بس. والله يا هدير حالته زي ما هي كده، حتى امبارح حاولت ان انا اغير له كده ما عرفتش، عشان تعبان جدا جدا ومغيرش من امبارح اصلا. هو انا شايفه اصلا ان هو يعني مش عارفه هو سخن قوي كده ليه، بص عرقان ازاي. هي فعلا يا هدير حالته بتسيء فعلا يعني، وبعدين يا هدير انا عايز اقول لك على حاجه انا كنت مخبيها عليكي بس مكسوف يعني. قول يا نور، في ايه؟ هو كان انا كده كنت جايب له علاج، بس العلاج خلص والفلوس بتاعتي خلصت، ومش عارف بجد يعني. في روشتة علاج كشفت عليه، ومش عارف اجيب له العلاج التاني بصراحه. طب ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه طيب؟ بصراحه يا هدير ما كنتش عايز اقول لك عشان انا محروق منك يعني، بصراحه كده هو قال لي ما تقولهاش وما تقولش لحد. لا يا نور ما ينفعش، انت غلطان في الحته دي، كان المفروض ان انت تقول لي برضه، ده اخويا يعني. معلش بقى يا هدير. عموما خد الفلوس ديت، هات له العلاج، ولو احتجت اي حاجه تاني كلمني. ماشي يا هدير، شكرا جدا، مش عارف اقول لك ايه والله. اهم حاجه بس طمني عليه، وما تفضلش ان انت ايه تقول لا مش عايزه اقلقك والكلام ده، لا احنا اخوات، طمني عليه كل شويه. عندك حق يا هدير. ماشي يا حبيبتي خلاص، ما تقلقيش من اي حاجه وشكرا جدا جدا يعني. مفيش بينا شكر، احنا اخوات، واهم حاجه بس لو محتاج اي حاجه كلمني. ربنا يخليك يا هدير، شكرا. مش انا هاجي تاني برضه بكره اطمن عليه. خلاص مفيش مشاكل. ماشي، عايز حاجه؟ ماشي يا هدير، شكرا جدا. شكرا يا هدير قوي. نور ايه يا حبيبي؟ هات النشر. ماشي. محمد حبيبي قوم يا حبيب قلبي، يلا جبت لك العلاج.
خد يا حبيب قلبي، يلا حبيبي قوم يا اسطى، جبت لك العلاج. تمام الحمد لله. انت تعالي يا هدير اتفضلي. تعالي يا هدير اتفضلي. امال فين محمد؟ الحمد لله بقى احسن والله، بقى بخير. طب هو فين؟ طب عايز اشوفه. انا بقول لك يا محمد، انا مش عارف هو ازاي ما شافنيش اصلا. محمد يا نور جاي. تعالى يا محمد. يا حبيبي عامل ايه؟ عامله ايه يا هدير؟ ايه يا ابني؟ بقيت يا أخبار؟ احسن اهو. يا ست الحمد لله. ايه يا ابني كمالك في ايه؟ انا اصلا مش فاكر انا كنت في دوامه، انا حاسس نفسي اصلا ان انا كنت في دنيا تانية. بس الحمد لله ان انت بقيت احسن يعني. الحمد لله. العلاج برضه فوقني وكده، انا عملت في العلاج في الاول فهو اللي عمل فيا كده. الحمد لله ان انت بقيت بخير. الحمد لله. في حاجه اهم كنت عايز اقولها لك بصراحه يعني. فاكر اليوم اللي انت جيت قلت لي انت جبت فلوس العلاج ده منين؟ هو ليه؟ بصراحه كده يا محمد، اختك اللي ادتني الفلوس عشان اجيب لك العلاج بتاعك. انت بتهزر ولا بتتكلم؟ بتكلم بجد يا محمد. ايوه بس انت جبت فلوس منين؟ الحمد لله انا شغاله وربنا كرمني، وبعدين انت اخويا المفروض ان انا اقف جنبك يعني. بعد كل اللي عملته معاكي؟ اه طبعا عادي، وبعدين احنا اخوات ومفيش بينا الكلام ده. يعني انت مش زعلانه مني؟ لا طبعا، وبعدين احنا اخوات ومفيش بينا زعل اصلا. شفت بقى يا عم؟ دي اختك اللي انت كنت بتشيل الاكل من قدامها عشانها. ها؟ الكلام بقى واضح وصريح ما بيننا. اختنا دي يا محمد ملناش غيرها. اختنا دي هي السند لينا، ولازم احنا نكون سند ليها قبل ما هي تكون سند لينا. اول واحده جريت عليك يا جدع اول ما تعبت. مين يعمل كده غيرها؟ مين يعمل كده غير اخواتك؟ مين؟ اختك يا محمد اللي انت مالكش غيرها، جايه لك لحد عندك وهي اللي جابت لك العلاج وادتني فلوس عشان اجيب لك العلاج اول ما لقت ان فلوسي خلصت. بعد كل اللي انا عملته معاه كده قدرت اللي انت تسامحيني بالسهوله دي، واول واحده جريت عليا اول ما تعبت. انا عايز اقول لك ما تزعليش مني لو انا جيت عليكي في يوم او انا زعلتك، ممكن اكون اتجشعت شويه، بس انا عرفت قيمتك اما تعبت. حقك عليا. انا مش طالب اي حاجه منك بس غير ان انت تسامحيني، لانك بجد انت بنت راجل. عيب يا محمد ما تقولش كده، احنا اخوات مهما حصل بينا ومهما عملت برضو لازم ان انا اقف جنبك، ان المفروض اصلا ان يعني لو انا ما وقفتش جنبك مين هيقف جنبك؟